صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. حلوة الاد فاليو لما المحصول بدل ما ابيعه بجنيه ابيعه بضعفه. حلوة للقيمة المضافة اللي تخليني من نفس الحاجة اطلع منها قيمة افضل. في طول عمرنا عارفين في الزراعة بنزرع من غير كيماويات، بس الارض ما بتجيبش محصول كويس. احنا محتاجين نسمدها ومحتاجين نحط كيماويات. بدأ يظهر السماد والكيماوي، بس ليه أضراره، سواء إن تتبقى متبقيات على النبات نفسه أو إن هو بيضر كمان بعد كده البيئة اللي حوالين النبات زي النحل أو الطيور، فليه تأثير سلبي. ده يقولوا نقلل الكيماويات، نحاول نقللها. بس يا جماعة، طب إنتاجية الأرض هنا بدأ يظهر علم وهو اسمه الزراعة الحيوية. إزاي إن حضرتك تغذي الأرض بتاعتك تبقى صحتها حلوة، تقدر تقف قدام الأمراض لوحدها، تعمل خط دفاع لنفسها لوحدها، صحتها حلوة، شدة، اختلاف في درجة حرارة تقدر تقف قدامه والنبات ما يحصلهوش صدمة. حصل أي أمراض أو آفات يقدر النبات مش من أي مرض بسيط إن هو يصيبه، لا، يقدر يقاومه لوحده. هنا جه الدور بتاع الزراعة الحيوية. موجود بره مصر كتير. في مصر كان عندنا مشكلة كبيرة، موجود في الكتب، موجود في العلم، موجود في كليات زراعة. التطبيق بتاعه على الأرض، طب يا جماعة الزراعة الحيوية، الأسمدة بتاعة الزراعة الحيوية دي مين بيعملها مين ما بيعملهاش؟ دنيا سايلنت، مفيش حس. بسيط قوي اللي موجود في مصر من الزراعة الحيوية واللي عملوا اد فاليو في ده. هنا جه الدور اللي عملته شركة رويال جرين تكنولوجيز للزراعة الحيوية. لما العلم يلتقي بالتطبيق، لما يجي أحد العلماء وهم أساتذة في كلية زراعة السادات، إن هو متخصص في الزراعة الحيوية، دكتور فتحي سالم، ويقرر إن هو لأ، أنا هعمل السماد الحيوي للأرض ويزود إنتاجية الأرض، وهبتدي أوري للمزارعين بعينهم على الأرض. طلع من بره مكتبه نزل للأرض، وإن يوريهم بيزرعوا سنة ورا سنة إزاي الإنتاج عندك بقى أحسن، لدرجة إن المقارنة ما بين الفدان بتاعك اللي مزروع وجارك اللي مزروع جنبه بيزرع بالطريقة التقليدية. تعالى شوف الإنتاجية بتاعتك تبقى عاملة إزاي. قدر دكتور فتحي سالم وقدرت شركة رويال جرين تكنولوجي إنها تقدم الجزء ده من الزراعة الحيوية، وتقدم السماد الحيوي اللي قايم اديه الأكل كويس، الغذاء كويس، نباتك هيبقى كويس لوحده. وده اللي قدرت تعمله شركة رويال جرين تكنولوجي والاد فاليو اللي قدرت ان هي تعملها وزودت الانتاجيه. وده موجود على الارض ومتطبق، مش حاجه لسه جديده ولا خيال علمي. وفي مزارعين في مصر، في البحيره، في كفر الشيخ، في الشرقيه، في المنصوره، جربوا المنتجات بتاعتها. الميزه ان انت لما بتبيع منتج ما استخدمتش فيه الكيماويات، معلهوش متعلقات كيماويات وبواقي من الكيماويات، القيمة بتاعته بتعلى، بدل ما بيتباع بجنيه بيتباع ب3 و4 و5. تحية لكل من بيعمل اد فاليو في الزراعة، وتحية لكل من فعلا عايز يعمل قيمة مضافة في البلد دي. وصباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر، وشجع صنع في مصر.